من يمثل الصحراويين الموجودين مخيمات تندوف؟ هل هي الجبهة؟ هل هي هاي القيادة الفاسدة الهارمة الفاشلة منتهية الصلاحية؟ أم هو النظام الجزائري؟ أخي الفاضل، أنا مزداد في سنة 1974 وفي سنة 1975 كنت في هذه المخيمات. حليت عيني في قيطون في حماة الجزائر. لا أعرف بشيء، كنت أظن أن جميع الصحراويين هم المتواجدين في مخيمة الحماة. لم أتصور يوما عن موجودين 90% من الصحراويين في بلدهم ومندمجين، وهم يعني يمارسون الديمقراطية، وهم في المجالس المنتخبة، وهم يمارسون الاقتصاد. كنت أفكر عن كل الصحراويين هم المتواجدين في مخيمتين، لأن كانت الدراسات التي كنا نتلقوها هي بأن الصحراويين على المغربة إلى الأرض، وأخذ على الأخضر واليابس، ويعني عدم جميع الصحراوي بالفوسفور وبالدطار، ولم يتبقى سواء الموجودين في مخيمتين. ولكن يعني كما قلت في البداية، يكذب الشخص يكذب على بعض الناس بعض الوقت، ولكن لا يمكن أن يكذب على كل الناس كل الوقت. اليوم الأمور بانت، والجزائر لا يمكن الجزائر أن تقول لي اليوم في 2018 على أنها ليست طرف في النزاع.